يا حسام، يا حسام يا حسن، مبسوط انت كده؟ الدقيقة 45 شوط أول عقيم. غيرت ال11 كله ومصر تلعب باتنين رؤوس حربة مركز تسعة. انت يا حبيبي عامل خطة للتحولات الهجومية، الفرقة تضغط عليك فانت هتطلع بالهجمة المرتدة. الهجمة المرتدة مصطفى محمد وصلاح محسن يعملوا هجمة مرتدة. يا حسام ابوس على راسك مش كده. يا حسام ما تفلجناش معاك. هو انت سطر حلو وسطر وحش؟ انت النهارده هو ما رحناش بكورتين. الوحيد اللي لاعب ابراهيم عادل واحمد فتوح. اقسم بالله احمد فتوح ده ما يقعد على الدكه لاي حد. ده اول نقطه. تاني نقطه، انت النهارده رحت لاعب باتنين مركز 8 ابراهيم عادل ومحمود صابر. محمود صابر ما عرفش يلعبها. ليه؟ محمود صابر بيلعب مركز 8 اللي هو من العمق، يسلم ويستلم وياخد مساحات، بس مش عارف ياخد الكره على الجناح ويعمل ويربط مع احمد عيد. الدنيا عكه خالص يا حسام. ما مش ماشيش الانجوله وتغلبنا. ابوس على راسك يا حسام يا حسن مش كده. بين الشوطين غير، مرموش ما لعبش غير شوط. ننزله مكان مصطفى محمد ولا صلاح محسن، يبقى واحد محطه وواحد ياخد الكره الثانيه، ونبدا نبقى شكلنا شكل هجومي شويه. احنا شكلنا الشوط الاول دفاعي بس. احنا واقفين الواد امال ياخد في وشه وفي التزو لما اتهرى. ما يرضيش ربنا ده يا حسام. يهديك ربنا علينا وما نخسرش من انجولا النهارده.